قبل ما نبدأ الحكاية أعرفكم بنفسي، أنا ليلى، والنهاردة كنت داخلة بيت أبويا ومعايا شنطتي وبنتي اللي عندها 5 سنين. مرات أبويا فتحت وقالت: خير يا حبيبتي، جايلنا بشنطة هدومك ليه؟ هو انت ناوية تقعدي عندنا كام يوم ولا ايه؟ ما تقلقيش يا مرات أبويا، مش هقعد على قلبك هنا. أنا جاية أخد مفاتيح شقة بيت ماما علشان أروح أعيش هناك، لأني خلاص اتطلقت. الحق يا إسماعيل، تعال اسمع الهانم بنتك بتقول ايه. بنتك اتطلقت وراجعلك بشنطة هدومها. وخرج الأب في الوقت ده وقال: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم على الصبح، اللي جابك يا بنتي؟ وطلاق ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ ما تقلقش يا بابا، انا مش هشيلك اي مصاريف، انا جايه بس اخد مفاتيح ماما، هروح اعيش هناك وهشتغل وهصرف على بنتي. كان على عيني والله يا حبيبتي، بس انت ما تعرفيش اللي انا بعت بيت امك ولا ايه؟ انا كنت مزنوق كده في قرشين وبعت البيت. هو انت بتعمل ليه كده؟ حرام عليك، مش كفايه ماليش مكان في بيتك؟ كمان بعت الحاجه اللي من ريحه ماما؟ هو انت ناسي ان انا ليا نصيب فيها ولا ايه؟ نصيب ايه يا عينيا اللي انت جايه تتكلمي عليه؟ هو انت ابوكي جهزك ببلاش ولا ايه؟ انا عارفه اني مش هاخد معاكم لا حق ولا باطل. طب ممكن ابات هنا لحد بكره الصبح وبعد كده هاخد بنتي وامشي. طبعا يا حبيبه ابوكي، ما كانتش تشيلك الارض، نشيلك فوق عينينا، بس خلي بالك لحد الصبح وبس. وفي شقتي كان سعيد قاعد وبيتكلم مع واحده من اللي بيعرفهم. بجد انا مش عارف عملت كده ازاي، المفروض كنت امسك اعصابي وما طلقهاش علشان خاطر بنتي حتى. يا حبيبي هو انت هتستحمل ايه ولا ايه؟ مش كفايه ضغط الشغل عليك؟ كمان هتستحمل مراتك ونكدها؟ مش كفايه ان هي مش مهتمه بيك، مش بتروق لك الشقه يا عمري؟ بس كان برضو لازم استحمل علشان خاطر بنتي. امال انا كنت بفكر اتجوز من شويه، بس انا برضو كنت بقول لازم افكر واخد القرار بشكل ابطأ من كده. طب بقولك ايه، ما تيجي نخرج انا وانت شويه، حتى نخرج من مود النكد اللي انت فيه ده؟ بس كده؟ ماشي حبيبتي، شوفي هتروحي فين قبل ما البس واكلمك ونخرج سوا. وبعدها الجرس رن وفتح، كانت امه. ايه الكلام اللي انا سمعته ده يا واد يا سعيد؟ انت حقيقي فعلا سبت مراتك؟ كنت عارف والله ان هي هتعدي عليكي علشان خاطر تشتكيني. بقولك ايه يا امي، لما صدقت انها مشيت. سيبيني بقى في حالي واقعدي ساكته. تصدق اللي انت راجل دونا عن الرجاله؟ ده انت لو فكرت تتجوز انا هروح للي انت هتتجوزها ولا حياتك كلها بقى تطلق بنت الاصول عشان تمشي على حل شعرك وتعمل اللي انت عاوزه كل ليله. هو سبب حبك ده اللي مخليني مش طايقها. انا عمري ما شفت حما بتحب مرات ابنها وبتدافع عنها بالشكل ده قبل كده. البنت اصيله وبتتعاشر، انما اللي زيك يستاهل واحده تطلع عينه. طب بعد اذنك بقى عشان في واحده مستنياني، ولو اتاخرت اكتر من كده مش هتسكتلي. وتاني يوم صحيت على صوت دلال وهي بتقول: ما تقومي يا حبيبتي. ايه هتفضلي نايمه لحد الظهر ولا ايه؟ حرام عليكي، طب اطفي النور علشان خاطر البنت ما تصحاش، وانا قايمه خارجه ليكي اهو. وبعدها خرجت وانا خرجت وراها. معاكي فلوس بقى تنزلي تجيبي فطار ليكي وللبيت، ولا ناويه تاكلي عندنا كده بلوشي النهارده؟ لا معايا فلوس يا مرات ابويا، والغدا كمان هجيبه على حسابي. بعد اذنك يعني لو تسمحيلي هتغدى وامشي على طول. والله يا بت انا فكرت وقلت بدل ما تاخدي شقه وتدفعي ايجار وتودي حنان بنتك تقعدي هنا، والفلوس دي احنا اولى بيها. مش فاهمه كلامك يا مرات ابويا، يعني انت عايزاني اقعد هنا في البيت واديكي فلوس؟ ماشي موافقه. ماشي يا حبيبتي، بس في حاجه كمان، شغل البيت هيكون عليا وعليكي، مش عليا انا بس. هعملك اللي انت عاوزاه مقابل انك تخلي بالك من بسنت بنتي. اسمعي يا بت، انا اخويا محامي، ممكن اخليه يرفعلك قضيه على جوزك وياخدلك نفقه منه كل شهر، وبرضه تنفع في مصاريف البيت. شوفي اللي انت عاوزاه وانا معاكي يا مرات ابويا. معلش بقى خلي بالك من بسنت قبل ما انزل ادور على شغل. وبعدها نزلت ورحت كافيه بعدنا بشويه، وقابلت شاب وقلت له: لو سمحت، هو انا لو عاوزه اقابل المدير هلاقيه فين؟ معلش حضرتك عايزه المدير في ايه بقى؟ ليكي شكوى؟ لا انا بدور على شغل، وكنت قلت اسال هنا يعني يمكن تكونوا محتاجين اي حد. بس انت هتشتغلي هنا ايه، ويتر يعني؟ والله انا مستعده اشتغل اي حاجه بس الاقي شغل،
لأني محتاجة الشغل قوي. طب تعالي معايا. وبعدها دخلنا المكتب، وكانت رؤية أخته قاعدة على المكتب. شفت يا أستاذ، علشان حضرتك مش بتيجي هنا السرقة كترت وبقت علني. تعالى شوف بنفسك وراجع الدفاتر. هو انت مش شايفة ان حد معايا؟ المفروض تتكلمي بأسلوب أحسن من كده. بعدين هو أنا لوحدي يعني مسؤول عن الكافيه هنا؟ ما انت حضرتك برضو مش بتيجي. مين اللي معاك دي؟ وداخلة المكتب هنا بتعمل ايه؟ المفروض ان هي جاية تعمل مقابلة وتشتغل ويتر. بس انا بقى فكرت في حاجة تانية، ان هي تمسك لنا الحسابات برضو في الفترة اللي مش هنكون موجودين فيها. هو اي حد بقى كده معدي جا سألك على شغل عايز تديله الحسابات؟ ايه يا احمد، طب بتهزر ولا بتهرج؟ بقولك ايه، انا هنا المسؤول، مالكيش انت دعوة خالص. اتفضلي يلا قومي روحي شوف المطبخ جوه عايز ايه. وبعدها قامت مشيت. اتفضلي اقعدي يا انسة. مش انسة برضو؟ لا مدام، واسمي ليلى. وعلى فكرة اقدر اكون ماسكة الحسابات لحضرتك وانت مش موجود. هو في حد هنا موجود، بس احنا حاسين كده ان هو بيسرقنا ومش عايزه يعرف انك هتراجعي وراه الحسابات. اكيد حاضر، بس ممكن اعرف انا مواعيدي هتكون امتى بالظبط؟ لان انا عندي بنت. طب تمام، هنشوف شغلك الاول وبعد كده نتكلم في اي حاجة. ويلا اتفضلي روح على شغلك. وبعدها خرجت وقابلت شريف اللي ماسك الحسابات. ممكن اعرف بقى القمر هيكون شغال معانا هنا ايه؟ هكون شغالة ويتر، ولو سمحت انا مش بحب طريقة الكلام دي. انا اسمي ليلى. طب ومالك متعصبة كده ليه؟ اتفضلي على شغلك. مشيت ليلى من قدامه وسألتها رؤية، انتي ليه ما قلتلوش انك هتمسكي الحسابات؟ والله مش انا اللي اقول كده، المفروض حضرتك او استاذ احمد. ده شكلك متربية، وانا النوع ده جديد عليا. ازاي يعني؟ انا مش فاهمة. اصل انا دايما بتعامل مع اشكال ما يعلم بها الا ربنا. طلع احمد في الوقت ده وقال، لا بقولك ايه، لو اتلمتي على رؤية مش هتشتغلي ولا هتعمري. شفتي الحب؟ اخويا احمد بيعشقني. زعق احمد فيها وقال، اتفضلي على شغلك يا رؤية، وكفاية لت وعجن، بطلي رغي بقى. رايحة اهو، بس ماشي يا احمد، شوف مين بقى هيغسل لك هدومك. مشيت رؤية وليلى كتمت ضحكتها، واحمد بص ليها وقال بخبث، لا اضحكي عادي، ما يغركيش طريقتي الناشفة مع البت رؤية، انا طيب ومدير فرفوش والله. ليلى وهي بتحاول ما تضحكش لا عادي ولا يهم حضرتك. المهم حضرتك ليه ما دخلتيش المكتب عند أستاذ شريف عشان تشوفي معاه الحسابات؟ بصراحة كده كانت طريقته يعني مش لطيفة معايا، وما حبيتش أدخل معاه في كلام. بصلها أحمد بإعجاب وقال، تمام يا مدام ليلى، تقدري تتفضلي معايا عشان أخليه يسلمك الدفاتر. وانت خريجة إيه صحيح؟ خريجة تجارة إنجليش. تمام قوي، إن شاء الله يكون الفرج على إيديكي بقى. ودخلنا المكتب عند شريف اللي وقف وقال بقلق، أنا والله كنت بهزر معاها، أنا مش قصدي حاجة يا أحمد. أول وآخر مرة اتضايق مدام ليلى، فاهم ولا لأ؟ أنت صاحبي وكل حاجة، بس الحركات دي ما تنفعش في مكان الشغل وأكل العيش. اتضايق شريف وقال، طب يا أحمد في حاجة تاني؟ أيوة، مدام ليلى هتمسك الحسابات من الساعة 10 الصبح للساعة 5 وانت بعدها. شريف اتعصب وقال، هو انت شايفني مقصر في حاجة يا أحمد عشان تجيب حد معايا في الحسابات ولا ايه؟ ما قلتش كده، بس أنا عايزة أتأكد من حاجة. تقدر بقى تسلم الدفاتر للمدام وتتفضل تيجي في ميعادك. عمل شريف زي ما قال لي أحمد ومشى. وليلى فضلت تشتغل وأخدت بالها من كام حاجة، بس أجلت الكلام فيهم دلوقتي مع أحمد ورؤية. وبعدين رجعت البيت وجرت عليها بنتها، ودلال قالت لها، ما لسه بدري يا ست هانم، هو انت هنا عشان تشيلي معايا البيت ولا عشان أخدم لك بنتك؟ معلش يا مرات أبويا، النهاردة كان أول يوم شغل ليا، ولقيت شغل مناسب في مطعم كويس قوي، في الحسابات كمان. ايه ده؟ طب على كده بقى هتقبضي كويس ان شاء الله يا مرات ابويا. طب يا اختي مش عايزه يعني تقولي لي هتقبضي كام؟ براحتك، ما كنتش هحسدك يعني. المهم روحي بقى جهزي العشاء. طب اغير هدومي وارتاح شويه يا مرات ابويا، والله انا واقفه على رجلي طول اليوم ومش قادره من التعب، نفسي اقعد شويه بس. هو انت لسه هترتاحي؟ لا، احنا اتفقنا شغل البيت عليا انا وانتي، وانا ما قلتش حاجه. وبعدين انتي عملتي ايه؟ ما البيت اهو كله منعكش، ما عملتيش فيه حاجه يعني. كنت مستنياني وانا جايه من الشغل تعبانه عشان ابدا ارتب فيه؟ هو انا عرفت اعمل حاجه من بنتك؟
انتي اصلا مش عارفة تربي، دي شقية جدا ومش متربية، ما بتقعدش في حتة. معلش هبقى اتعلم منك، هدخل اغير هدومي واطلع اعمل كل حاجة. حاضر. المهم المحامي بيقولك تروحي تعملي له التوكيل عشان يبدأ في القضية ويجيب لك النفقة. ان شاء الله بكرة هروح له. ودخلت فعلا غيرت هدومي وطلعت روقت البيت وعملت العشاء، وبعدين غيرت لبنتي وسرحت لها شعرها ونيمتها، وطلعت غسلت الأطباق مكان العشاء وغسلت الهدوم. ولما خلصت كان الفجر قرب يأذن. نمت كام ساعة وصحيت على صوت مرات أبويا وهي بتقول: قومي يا حبيبتي يلا عشان تنزلي تجيبي فطار وتجهزيه قبل ما تروحي الشغل. حرام عليكي يا مرات أبويا، أنا ما نمتش غير ساعتين بس. حرمت عليكي عيشتك يا بت. قومي، انتي ايه أكل ومرعى وقلة صنعة؟ خلاص حاضر قايمة اهو، بس وطي صوتك عشان بسنت ما تقلقش. طلعت مرات أبويا وأنا غيرت هدوم النوم. طلعت جبت الفطار وجهزته. في بيت سعيد صحى من نومه على صوت موبايله اللي بيرن. رد وقلب ملل: عايزة ايه يا شوشو؟ وحشتني يا بيبي. بقولك انت بقالك فترة مش بتكلمني. هو مش هكلمك تاني، هو انت صدقتي نفسك ولا ايه؟ يعني ايه، انت خلاص هترجع لمراتك ولا ايه؟ لا طبعا، وانا ناقص هم، بس زهقت منك ومش عايز اسمع صوتك تاني. ماشي يا سعيد، بس انا بقى مش زي مراتك اللي كنت كل شوية تعرف واحدة عليها وهي نايمة على ودانها. لا يا حبيبي، ده انا شوشو والاجر على الله، وحياة اللي خلفتك يا حبيبي لكن مورياك مقامك كويس. قفل في وشها وقلب ضيق. ايه الاشكال النكدية اللي بعرفها دي بس يا ربي؟ بس البنت بتاعت الانستجرام دي حاجة تانية خالص، روحها حلوة والنوع ده جديد عليا. كلمها سعيد وقال: ايوه يا رؤية، انت عاملة ايه؟ كويسة سعيد. خير، بتكلمني ليه فون؟ هي دي حاجة تضايقك يعني ان انا عاوزة اطمن عليكي؟ على العموم مش هتتكرر لو هضايقك. لا مش قصدي كده، بس يعني احمد اخويا بيبقى في البيت وانا مش عايزة مشاكل. لا ما تقلقيش، انا مستحيل اخلي اي مشاكل تحصل معاكي. المهم احنا لسه على اتفاقنا وهنتقابل النهاردة. ردت عليه وقالت: ان شاء الله يا سعيد. في الشغل كانت ليلى قاعدة مع احمد وقالت له على كل اللي لقيته في الحسابات، واتضايق احمد وقال: عشان كده بقى شريف ما جاش الشغل امبارح، كده ملهوش عين يجي. بس انتوا ازاي ما اخدتوش بالكم من حاجة زي دي؟ بص يا ستي، انا المطعم ده ورثته من بابا، انا ورؤية اختي. طبعا هي مهملة في كل حاجة، اهم حاجة عندها المسلسلات التركي والنت واصحابها وبس. معلش، هما كل البنات في سنها كده. لا مش كده يا ليلى، هي بجد مهملة ومش شايلة اي مسؤولية، وانا نفسي تكبر بقى وتخلي بالها من نفسها. ان شاء الله الدنيا هتعلمها، الدنيا ما بتسيبش حد غير لما بتعلمه. هو انت بنتك عندها كام سنة؟ عندها 5 سنين. بس شكلك صغير. خلفتها وانا عندي 20 سنة، كملت دراسة وانا بربيها وقدرت اخد شهادة الجامعة، وحماتي بصراحة كانت بتساعدني. بجد يا بخت جوزك بيكي، صعب الواحد في الزمن ده يلاقي بنت طموحة زي كده. على فكرة انا مطلقة مش متجوزة. فرح احمد وقال من غير ما ياخد باله: ده اكيد ما بيفهمش، حد يتجوز واحدة زيك ويطلقها؟ بصت له ليلى بعصبية وقالت: ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ قام احمد وقال بتوتر: ها؟ لا يعني انا ما اقصدش اللي فهمتيه، والله ما اقصد حاجة، ولازم اروح اشوف الشغل. مشى من قدامي وانا غصب عني ضحكت على طريقته قوي. هو في حد كده بيتوتر ويتكسف بالشكل ده؟ في كافيه راقي دخلت رؤية وكانت متوترة جدا وقعدت قدام سعيد، اللي لما شافها قال: ايه القمر ده انتي احلى من الصور بكتير. اتكسفت رؤية وقالت: ايه في ايه؟ انت هتحترم نفسك وتلم لسانك ولا اقوم امشي؟ معذور والله، المهم انتي اول مرة تخرجي في مقابلة زي كده صح؟ انت شايف ايه يعني؟ مش شايف حاجة غيرك والله. رؤية سألته وقالت: وانت بقى اول مرة تطلع مقابلة زي دي ولا ايه؟ سعيد بتمثيل: بصراحة كده هي فعلا اول مرة اعرف بنت، اصل دايما كنت بحاول اتجنب اعرف بنات، لاني اكيد لو عملت حاجة زي كده هتترد فيا بعد ما اتجوز واخلف. رؤية بإعجاب: ياه، ده انت شكلك مهذب جدا، ربنا يرزقك ببنت الحلال. ما هو رزقنا اهو، احلى بنت حلال شافتها عينيا. طب وربنا اقوم امشي بقى لو فضلت تقول الكلام ده. خلاص، المهم تشربي ايه؟ خلصت انا شغلي واحمد كان بيحاول يتجنبني،
ولو عيني جت في عينه بيتوتر قوي. ورجعت البيت وكنت كل ما افتكر تصرفاته أضحك مع نفسي. وأول ما دخلت لقيت حماتي أم سعيد عندنا في البيت وشايلة بسنت على رجلها ومرات أبويا قاعدة معاها. دخلت وقلت: طنط انتي هنا؟ طب ليه ما قلتيش ليا إنك جاية؟ كنت جيت بدري من الشغل. لا يا حبيبتي، ما تعطليش نفسك، انتي فرحتيني بمجيتك دي والله. بسنت من ساعة ما جيت هنا وهي عمالة تسأل عليكي، كنتي وحشاها قوي. قالت دلال: والله يا ليلى يا حبيبتي كنت لسه بقول لها البنت طول النهار تقول لي عايزة تيتا عايزة تيتا، تيتا وحشتني. أصل يا حبيبتي يا أم سعيد هي بتروح الشغل وأنا بقعد بالبيت طول النهار. ربنا يبارك فيك يا ست دلال، ما انت في مقام جدتها برضو. جدتها ايه يا أختي؟ ده أنا لسه داخلة في ال30 من كام يوم. ضحكت أم سعيد وقالت: ربنا يديكي طولة العمر يا حبيبتي. ممكن بس بعد إذنك تعملي لنا حاجة نشربها لحد ما أتكلم مع ليلى شوية؟ لوت دلال بقها ودخلت المطبخ وقربت مني حماتي وقالت بحزن: بقى كده يا ليلى مش متفقين ان احنا نتحمل لحد ما ربنا يهديه يا بنتي؟ سعيد مش هيتغير يا حماتي، ده ما فكرش يسأل عليا لما مشيت. طب بلاش انا، طب بنته مش يطمن عليها؟ ولا هي كانت بنتي لوحدي؟ حقك عليا يا بنتي، هو والله لا يستهلك ولا يستاهل بنته، بس ابني اعمل ايه بقى؟ وطلعت فلوس من شنطتها وقالت: خدي يا حبيبتي الفلوس دي، انا عارفه الظروف. ايه اللي بتعمليه ده بس يا طنط؟ مستوره الحمد لله والدنيا ماشيه. طب والله لو ما اخدتيهم لا تبقي بنتي ولا اعرفك. ايه يا بت، ده انتي اكتر من بنتي. مش هو لا يعرف ربنا ولا يعرف يحافظ على بيته؟ انا يا حبيبتي معاكي وفي ظهرك على طول. مسحت دموعي وقلت لها: يلا بقى يا ماما ربنا يهديه، انا همشي بقى، مش مسامحاكي يا ليلى لو احتجتي حاجه وما قلتليش يا بنتي. حضنتها ليلى وقالت: ربنا يخليكي ليا يا ماما وما يحرمنيش منك ابدا. مشيت حماتي وانا كنت لسه هدخل اوضتي لقيت بابا في وشي واخد الفلوس اللي اديتها لي حماتي وقال: هاتي الفلوس دي، دول جم في وقتهم. يا بابا انا لسه هقبض اول الشهر وبنتي تعبانه محتاجه دواء والفلوس اللي معايا مش هتكفي. مش مهم الدواء، اعملي لها كوبايه قرفه سخنه هتبقى كويسه. ويلا يا حلوه اخلصي عشان تروقي البيت وتعملي العشاء وتلمي السجاد ده كله عشان عاوز يتغسل. انتي مش شايفاه مش نضيف ازاي؟ هغسل السجاد بالليل يا مرات ابويا. طب خليها يوم اجازتي. لا يا حبيبتي دلوقتي، ويلا بقى عشان انا جبت اخري منك انت وبنتك. خلاص يا مرات ابويا هعملك كل اللي انت عاوزاه. عدت الايام ورا بعضها وانا اتعلقت بشغلي وبرؤية واحمد وكنت مرتاحة معاهم. دخلت بنتي مدرسة خاصة بعد ما رفعت قضية على سعيد وبقيت اخد منه النفقة. وفي يوم طلعت رؤية برا المطعم وقالت بحدة: انت ازاي تيجي هنا يا سعيد؟ احمد اخويا جوه، ايه اللي انت بتعمله ده؟ عادي، جا اتغدى وامشي واشوف احمد اخوكي يعني عشان اخد انطباع عنه عشان لما اجي اتقدم له ابقى عارف اتعامل معاه ازاي. براحتك يا سعيد، انا اصلا هدخل المطبخ ومش هطلع خالص. طب اعملي لي بقى فراخ ومكرونه، عايز اكل حلو من ايدك يا حبيبتي. دخلت رؤية المطبخ وسعيد قال لنفسه: براحتك قوي، اتقالي زي ما انت عايزه يا رؤية، بس انا هجيبك يعني هجيبك. دخل سعيد المطبخ وقبل ما يدخل لمح ليلى كانت واقفه مع احمد فاتضايق وقرب منهم وقال: ما انت حلوه اهو عايشه حياتك. سعيد انت جاي هنا في مكان شغلي تعمل ليه مشاكل ولا ايه؟ انت اللي جابك هنا اصلا؟ والله ما انت معاكي فلوس اهو وبتقدري تروحي اماكن غاليه، امال كل شويه عماله تعملي لي مشاكل عشان النفقه؟ والله انا شغاله في المكان ده علشان اقدر اصرف على بنتك. والله انا شايف بقى ان ما كانش ليه لازمه المدارس الخاصه وكانت تدخل مدرسه حكومه ونخلص نفسنا. ليلى بضيق: امشي من هنا يا سعيد، ده مش مكان نتكلم فيه في الحاجات دي. يا سلام، ما انت واقفه اهو عماله تتكلمي. وقف احمد قدام ليلى وقال بحده: انت مش بتعرف تتكلم بالذوق يعني ولا ايه حكايتك؟ واقفه معايا ولا مش واقفه معايا؟ انت ايه اللي دخلك اصلا؟ دي ام بنتي ولازم اقلق على سمعه بنتي لانها امها للاسف. ليلى بدموع: انت اتجننت؟ ده استاذ احمد مديري في الشغل، هو انت بتبرري له ليه اصلا؟ هو اللي يطلع بره دلوقتي بالذوق قبل ما اكلم له البوليس. لا انا هطلع خلاص. مشى سعيد وكان قلقان قوي. قال رؤية تعرف انه متجوز قبل ما يوقعها ويعمل معاها اللي هو عاوزه. ليلى بدموع: انا اسفه يا احمد والله،
هو اللي تتجوزيني؟ ها؟ انت بتقول ايه؟ طب انا لازم امشي دلوقتي. خدت شنطتي ورجعت البيت. لقيت المعلم صاحب القهوة قاعد مع مرات ابويا، وابويا اللي كان ماسك الفلوس في ايده وبيعد فيها. واول ما شافني المعلم قال: الله، دي العروسة وصلت اهي. عروسة ايه؟ هو في ايه بالظبط؟ المعلم حمدي يا حبيبتي طلبك للجواز وادى ابوكي تمنك، اقصد يعني المهر. مبروك يا عروسة. بس انا عندي شرط، ترجع بنتها لجوزها. هو اولى بالبت. هو مين قال اني موافقة عليه اصلا؟ امشي يا راجل يا ناقص، ده انت متجوز 3 وجاي تتجوز الرابعة كمان. الله، جرى ايه؟ بنتك بتغلط فيا يا اسماعيل وانت ساكت؟ تصدق ان انا كنت غلطان لما فكرت اتجوز واحدة زيك؟ من غير سلام، وهات الفلوس دي. وعد الفلوس وخد بعضه ومشى. كده تطفش العريس اللقطة؟ ايه ده؟ تجننت يا بت، في حد يطفش المعلم حمدي؟ ده عريس لقطة كده بقى. يبقى خدي بنتك وامشي من هنا، شوفي لك حتة تانية، مالكيش مكان في البيت ده. انت موافق يا بابا على الكلام اللي هي بتقوله ده؟ امال عايزاني افضل مخليكي هنا في البيت من غير جواز؟ امشي، ربنا ينكد عليكي زي ما شايلتينا الهم. وبعدها اخدت بنتي ومشيت. رحت عند الكافيه وشفت شريف وهو عمال يخرج حاجات من المخزن على العربيات. هو انت بتعمل ايه يا شريف؟ والحاجات دي رايحة فين؟ شريف ارتبك وقال: ايه ده؟ هو انت ايه اللي جابك هنا؟ وبتعملي ايه في وقت زي ده؟ ربنا بعتني ليك عشان اكشف امرك. هو اللي انت بتعمله حرام عليك، ده احمد صاحبك مش بيستخسر فيك حاجة. اسمعي، الفلوس اللي هتطلع هنقسمها انا وانت بالنص، بس اقعدي ساكتة بقى، هو مش عايز كلام كتير. هو انت فاكرني زيك وهوافق ابيع البني ادم اللي بيقبضني كل شهر؟ انا عمري ما هعمل كده. انت فاكرني ممكن ابيع ضميري؟ طب بلاش تعملي بقى دور الشريفة عليا، لان انا مضيتك على الورق ده الصبح، ولو في اي حاجة هتطلع عليكي انتي مش عليا انا، لانك انتي اللي مضيتي مش انا. فبعدها قرب احمد: حلو قوي الكلام ده يا شريف، وانا واخد بالي ومركز قوي. انا مش واخد على قفايا عشان اسيبك تمضيها على ورق، كل ده حصل بمزاجي. هو انت هنا بتعمل ايه؟ على فكرة يا احمد، انت فاهم الموضوع غلط. والله انا مش قصدي حاجة، انا كنت بس عاوز اختبرها. امشي من هنا، مش عايز اشوف وشك هنا تاني. انا بجد ندمان اني شغلت واحد زيك عندي. وبعدها مشى شريف. والله انا كنت جاية صدفة، ما كنتش عارفة. انا كنت حاسس ان في حاجة هتحصل، وانت كنت مرتبكة النهاردة. الحمد لله ان ربنا كشف امره. كنت عايزة اطلب منك طلب يا استاذ احمد، لو ينفع بس ابات في المكتب لحد بكرة، لحد ما اشوف مكان، لان بابا خلاني اسيب البيت عنده. تقدري تيجي الفيلا وتخليكي مع رؤية اليومين دول، مش هينفع اسيبك هنا في المكتب. انا مش عايزة اعمل لك اي مشاكل. مفيش مشاكل ولا حاجة، يلا بينا. وبعدها رحنا الفيلا، وكان سعيد هناك. وقربت رؤية من احمد وقالت: ايه يا احمد، كل ده تأخير؟ حرام عليك، سعيد قاعد من بدري مستنيك هنا. هو انت تعرفي الانسان ده منين؟ وانت ليك عين تيجي هنا تاني؟ والله انت فاهم الموضوع غلط يا استاذ. ايه ده؟ هو انت بتعملي ايه هنا؟ هو انا كل ما اروح في حته الاقيكي؟ انا مش فاهمه حاجه. هو انت تعرف ليلى منين؟ الاستاذ المحترم اللي قدامك ده يبقى ابو بنتي، وسبب طلاقي منه انه كل يوم مع واحده شكل. انا فعلا اتجوزتها بس سبتها عشان خيانتها. على فكره دي عامله دور الملاك، هي مش زي ما بتقولك خالص. اسكت خالص، اوعى تجيب سيرتها على لسانك. امشي اطلع بره، مش عايزه اشوف وشك تاني. والله بقى انا اسمعها من رؤية مش منك انت. انا عارف انك بتحبيني يا رؤية وبتصدقيني، وانا والله الكلام اللي بقولهولك ده هو الحقيقة. احمد عمره ما قال كلام غلط. امشي اطلع بره، مش عايزه اشوفك هنا تاني. وبعدها مشى سعيد. انا اسفه والله يا رؤية، بس بجد هو انسان مش كويس، مستاهلكيش. انت تستاهلي حد احسن من كده بكتير. انا مش قادره اتكلم في اي حاجه. وبعدها طلعت، واحمد قال: سالتك سؤال في الكافيه وانت ما ردتيش عليا، تتجوزيني يا ليلى؟ ممكن اتجوزك بعد ما حصل كده مع رؤية؟ اكيد هتفضل مش طايقاني عشان اللي حصل دلوقتي. شكلك ما تعرفيش رؤية طيبه جدا والله، وبكره تعرفيها بجد. وفعلا اتجوزت احمد، وكنت شايله معاه الكافيه. كان بيحب بنتي جدا زي ما تكون بنته واكتر. ورؤية بعدها بكام شهر تقدم ليها واحد كان صاحب احمد. كانت سعيده معاه في حياتها قوي، انما سعيد فضلت حياته كده بايظه بسبب انه كل شويه مع واحده شكل، عمره ما اتحمل مسؤوليه. وبكده
تكون خلصت الحكاية. نشوفكم في قصة جديدة، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة.